ايش رايكم نبدا هذا اللقاء بقرآن؟ ايش رايك يا شيخ منصور؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اسمع، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحب الرسول، بتقول لي ايوه احب الرسول. الدليل؟ تبغى تعرف انت صادق ولا كاذب؟ اسمع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق
هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يا أخوان، محمد صلى الله عليه وسلم ضحى، محمد صلى الله عليه وسلم ما قصر في دعوته، محمد صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. والله يا أخوان، أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على المسلمين أن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، والله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من أجل ذلك يا أخوان، والله أعظم نعمة، والله يا شباب، محمد صلى الله عليه وسلم إرساله علينا رحمة من الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي بعض الشباب الآن ما يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الشباب الآن ما يقلد محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الشباب يقلد ممن سب محمدا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أجل ذلك والله أعظم منه من الله جل وعلا بها على المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. فيه من الشفقة على المسلمين، وفيه من الرحمة على المسلمين، وفيه من المحبة للمسلمين ما الله به عليم. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله العافية والسلامة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام. أزيدك يا شيخ نايف؟ بل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أمر الناس جميعا أن يموتوا على هذا الإسلام. والله كثير من الشباب الآن يموت على غير الإسلام. طيب أنا قلت إن اللي سب الدين يؤذي الله والرسول، في دليل؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. احذر يا ابن الإسلام أن تصل إلى هذا الحال وتؤذي الله بسبك لدينه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم
بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب لو جاء واحد من الشباب قال لك يا شيخ والله أنا سب الدين بس والله مو من قلبي من لساني بس لساني تعود، محاسب؟ أكيد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الناس وشبابنا بالذات في أمر الصلاة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف يا شيخ نايف صنف يحب الله عز وجل، شاب على طول إذا سمع الله أكبر الله أكبر أقبل على بيوت الله وأقبل على الصف الأول. هذا الصنف أخي في الله مدحه الله عز وجل في كتابه، قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا هذا الصنف يا شيخ نايف، هذا الصنف أيضا يا شبابنا الله عز وجل مدحه أيضا في آيات أخرى. الله عز وجل قال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون. يعني إيش دائمون؟ صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد حتى ولو كان جاء من الدوام، صلاة المغرب في المسجد. وبعض شبابنا الله يرضى عنه في الدنيا والآخرة يجلس في بيوت الله حتى يؤذن حتى ينتهي من صلاة العشاء، صلاة العشاء في المسجد. وأيضا أحبتي في الله هذا الصنف حافظ على الصلاة وأطاع الله سبحانه وتعالى واستجاب إلى نداء الله جل وعلا. هذا الصنف أيضا الله عز وجل مدحه في سورة المعارج، قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا غالي إذا تبغى تكون من أهل الفلاح عليك بالصلاة، يا غالي إذا تبغى تكون من أهل الفردوس الأعلى عليك بالصلاة، يا غالي إذا أردت أن يثني الله عز وجل عليك بالصلاة، يا غالي إذا أردت أن يكرمك الله عليك بالصلاة، عليك بالصنف الأول الذين إذا سمعوا النداء استجابوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الصنف الثاني، صنف يصلي، صنف يسجد، صنف يركع يدعو الله في سجوده. ولكن المشكلة يا شباب والمشكلة يا شيخ نايف إنه ما يصلي الصلاة إلا إذا خرج وقتها. هذا الصنف قد توعده الله، هذا الصنف الله سبحانه وتعالى توعده في كتابه. يا أخي صلي، محافظ على الصلاة، ولكن المشكلة ما يصلي في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت محدد يا غالي، وقت محدد يا عيوني. صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس بس. يا إخواني الشيخ بن باز يقول من عاير الساعة على وقت الدوام ولم يعاير على الصلاة هذا يخشى أن يقع في الكفر. إخواني في الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. يا إخواني في الله الشباب في الصنف الثاني في أمر الصلاة هم يصلون يسجدون ولكن لا يصلون الصلاة في وقتها.
هذا الصنف قد توعده الله. فويل للمصلين، يصلي يا ويله، نعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ قال العلماء أي غافلون، لا يصلون الصلاة إلا إذا خرج وقتها. الصنف الثالث أحبتي في الله لا يصلي لله عز وجل سجدة واحدة، ولا يسجد ولا يركع. هذا الصنف قد حكم الله عز وجل عليه في كتابه، قال جل وعلا: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. أول جرم يعترفون به في النار وهم يعذبون، قالوا لم نك من المصلين. يا رب ما كنا نصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحبتي في الله، إذا أردت الراحة عليك بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أرحنا بها يا بلال. الصلاة أحبتي في الله لكثير من شبابنا الآن فرط فيها أو تكاسل فيها. من أجل ذلك نريد أن نكون من أهل الصنف الأول. إذا أردت السعادة أخي في الله في الدنيا وفي الآخرة فعليك بالصلاة وعليك بالاستقامة على هذا الدين. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي. فيقول هذا العبد وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل: ولعبدي ما سأل. يا غالي يا حبيبنا، نأتي إلى الرجل الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يا أحبابي يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي وقت محدد. يقول العلماء في وقت صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس. يأتي بعض الناس الآن لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد الظهر. والله يا أحبتي في الله، بعضهم يصلي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت واحد، ثم بعد ذلك ينام، نسأل الله العافية والسلام. هذا أحذره وأنذره بوعيد الله سبحانه وتعالى له في سورة الماعون. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني نبغى نتعرف على الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتعرف على الله جل وعلا أبشرك بشرى أخي في الله، في هذا المجلس المبارك الذي أتيت من أجله أخي في الله، الله سبحانه وتعالى يذكرك عند من؟ يذكرك عند جبريل، يذكرك عند ميكائيل، يذكرك عند إسرافيل، يذكرك الله جل وعلا عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن كثير من الشباب الآن لو ذكروا ملك من ملوك الدنيا أو أمير من الأمراء أو رئيس محافظة بسيطة أو صاحب مكان مطعم مشهور، الآن يمكن يا شباب 3 أيام ما ينام.
فكيف أخي في الله؟ الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى عنده، الله جل وعلا يذكرك باسمك يا غالي، فأبشر بخير. الله سبحانه وتعالى يمدحك ويذكرك إنك جلست تذكر سبحانه وتعالى. وأيضا أحبة بالله من فضائل هذه المجالس أن الملائكة تحفنا إلى عنان السماء، لأنه في الأرض ملائكة سياحة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا هذا المجلس المبارك نادوا بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. فمن أجل ذلك افرح وانبسط. كثير من الشباب يا غالي الآن ممكن يفرح إذا راح مكان جميل، صح ولا لا؟ الآن أنت جالس مكان يذكرك الله فيه، والله افرح، والله انبسط. نبغى قلبك يطير من الفرح يا غالي، نبغاك تستشعر إن الله سبحانه وتعالى العظيم الغفور الودود الحليم سبحانه وتعالى يذكرك باسمك في الملأ الأعلى. من آيات الله عز وجل الكونية خلقك أنت. الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف التركيب كيف، شوف تركيب وجهتك كيف، شوف العيون فين مكانها، شوف الخشم فين مكانه، شوف الشفتين. الله عز وجل يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والله يا اخوان لو ما عندك شفتين ما تقدر تنطق حرف الباء، والله ما تستطيع تقول حرف الباء. جرب الآن بينك وبين نفسك، جرب ولا تستخدم شفتينك، أتحداك تنطق حرف الباء. والله نعمة يا اخوان، والله حكمة في خلقتك يا أخي في الله. تدبر. الله عز وجل ما خلقنا أحبة في الله عبث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر إلى النعمة الثانية اللي تدلك على الله. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لماذا السماوات رفعت والأرض مدت؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يا إخواني، بلاء عظيم، ابنه يذبح بعد أن أتى وهو كبير السن محتاج إليه. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حاشا أشك بجوده وغناه يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاء الله حاشا أشك بجوده وغناه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا شيخ أنا رفعت يدي عليهم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. رفعت صوتي. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نزلت دمعتها. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. جبت لهم الهم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالله بقول لك شيء، لو الآن في واحد من الشباب كل ليلة يدخل غرفته ويقفل على نفس الباب، ألم يعلم بأن الله يرى؟ واحد مل جوال وروابط ومقاطع وحط رقم سري. ألم يعلم بأن الله يرى؟ شباب يأخذون عدتهم وعلى البحر هناك بحر الجنوب يبعدون عن الناس. ألم يعلم بأن الله يرى؟ واحد ماشي على السيكل ولا ماشي في الشارع والبلاك بيري في جيبه ومطلع له سماعات وحطها في أذنه. يعلم خائنة
الأعين وما تخفي الصدور. بس هل كل الشباب زي كذا؟ لا وربي. ألم يعلم بأن الله يرى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله جل وعلا لا يسعد في هذه الأرض إلا الذي أقبل عليه سبحانه وتعالى والذي أطاعه جل وعلا. أنا ما أبغى أجيب كلام من عندي وأبغى أجيب كلام من كيسي، أبغى أجيب كلام من كلام الله. قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مو بس آية واحدة يا غالي، أقول لك الآية الثانية التي تبين أن من استقام على أمر الله وأطاع الله واتطوع بالعربي زي ما يقول الشباب، والله يا حبتي بالله أن الله يسعد في الدنيا قبل الآخرة. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فوق الأرض ولو كان من أفقر الناس. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. في واحد من الشباب توفاه الله سبحانه وتعالى، والله يا أخوان كان آخر تغريدة له تذكير بالصيام، كان آخر رسالة له في الواتس تذكير أحبتي في الله بعمره، تذكير بفضل من فضائل هذا الدين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله يناديك في القرآن، بماذا يناديك؟ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا ينادي أيضا في سورة النور، ينادي جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الجنة
لا يدخلها إلا الطيبين، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين. وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقولهم طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ظواهركم فادخلوا الجنة خالدين. وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا وممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبث فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يمشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب. ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر أو يصفى في نار جهنم والعياذ بالله حتى يدخل الجنة طيب، أنه لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبث. ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرره على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب، فيقول الله وهذا كله من طيبه. انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبائر. فيقول يا عبدي ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبائر يعلم نفسه ماذا فعل. فيقول يا عبد ألم تفعل كذا فيقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب. فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك ذنوب، لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أقلبها لك حسنات. ليه قلبها حسنات؟ لأنه طيب، والله لأنه طيب جل جلاله، لأنه طيب. فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبائر الآن وقبل قليل كان خايف أن تفضح، فيقول يا ربي يا ربي ما زال هناك لي ذنوب. فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله له لأنه طيب. فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة. فيذهب فيأخذ كتابه بيمينه فيذهب لأهل المحشر وهو قبل قليل خايف أن يفضح أو خايف أن يؤتى باسمه، لا يريد الناس يعرفوه لما يعلم بما عنده من الذنوب. فيقول هاهم اقرأوا كتابي
اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، نشهدك على حبك ونشهدك على حب من يحبك ونشهدك على حب كل عمل يقربنا إلى ربك. فاللهم يا رب يا طيب، طيب أقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا. وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك. اللهم يا طيب نشهدك على حبك ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يرفع درجاتنا وأن يغفر لوالدينا ولكل من قال آمين. اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. طيب كيف أفرح الله؟ بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، بالتوبة والإنابة والخضوع بين يدي الله. الآن إذا رجعت البيت صلي ركعتين بين يدي الله عز وجل، قل يا رب توب علي، ومسح الأغاني ومسح اللي في الميموري واللي في الجوال، وأقبل على الله عز وجل. الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى الصدق. الآن نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى، إذا خرجوا من هذا اللقاء يتوبون توبة لو وسعت على 70 من هذا الملتقى لكفيتهم. يتوبون توبة بسببها يغمسون في الفردوس الأعلى من الجنة. نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى، نريد شباب أحبتي بالله مثل أبو بكر، مثل عمر رضي الله عنه، مثل عثمان، مثل علي رضي الله عنه.